مساء الفل. انا عايزه اقول لكم معلومه خطيره جدا، سر خطير جدا عن النرجسيين. ما يبانش عليهم، بس هم اجبن خلق الله. النرجسي جبان جدا، وجواه فاضي فضاء سنين. فمن كتر الخوف ومن كتر حب التملك، لان حب التملك بيجيب خوف. انا عايز اتملك، عايزه اتملك الناس، عايزه اتملك احساسهم ناحيتي، عايزه اتملك قوتي، عايزه اتملك سيطرتي، عايزه اتملك الاشياء اللي حواليا تفضل بتاعتي، ما تقلش، ما تنقصش، ما حدش ياخدها. لما حاجه تعجبني لازم اخدها. آم، الاحساس ده جاي من فضا وفراغ رهيب، والفراغ بيخوف. بس هما طريقة تعبيرهم عن خوفهم وقلة ثقتهم الرهيبة في نفسهم بتبان عكس الناس العادية أو عكس الناس اللي مش نرجسيين. من كتر ما هما خايفين ضعفهم يبان، وخايفين الفضا والفراغ اللي جواهم يتكشف، بيعملوا حواليهم هوجة. عارفين اللي بيبقى بيغرق بيعمل بايديه ميه كتير قوي، بيقعد يعافر ويحاول يطلع. فمن كتر ما هم في فراغ جواهم بيعملوا حواليهم موج وزعيق وزعل وخناق وفرح زيادة وضحك قوي وزعل قوي وعياط بزيادة وشحتفة قوي وكل حاجة اكستريم اكستريم، لان هم بكده بيخلوا اللي قدامهم ما يعرفش يوصل لهم. لما انا ابقى دايما عصبي او بتحرك او بعمل حواليا ذبذبات كل الوقت، مستحيل تعرف توصل لي، او مستحيل تعرفي توصلي لي، لان انا هبقى شائكه، هبقى بشوك. فلا حد يعرف يقرب منهم بزياده بحب، ولا الاذيه توصل لهم بسرعه، او اللي عايز يأذيهم يحس ان هو هيخاف يأذيهم، لان ده لو اذيته بقى ايراد هيأذيني 24. ده فظيع، ده لاود وواصل وواثق قوي شكله بتاع. حلهم ايه الناس دي اولا، لو انا يعني اول حل ليهم نقطع معاهم تماما. معلش، انا كل فيديو هقول كده، كل فيديو هقول الحل الاول للنرجسية اني اقطع معاه او معاها completely لو اقدر. طيب لو ما اقدرش، لو انا مش عايز او مش عايزة يعني اثير غضبهم، الدنيا هادية ويا دار ما دخلك شر، هو مثلا مديري او هي جارتي او الكلام ده كله، فانا في علاقة to be maintained، بس في نفس الوقت مش لازم اثير غضبه او غضبها، لان احنا اوكي، يعني متعايشين في مانوفر بس تمام. ما جيش عند نقط الضعف، ما جيش عند نقط الفراغ، ما جيش عند كي والعب بيه، ما العبش باي مفاتيح ليهم، لان ده في خطوره رهيبه. لان هما اما بيستاءوا او بيغضبوا او بيحاولوا يعملوا ينتقموا، بيبقوا اشرار. يعني ما اللي في دماغهم، المشكله في خطورتهم الشر لمجرد الشر، الشر المنزوع منه اي نوع من انواع الانسانيه، اي نوع من انواع العاطفة، اي نوع من انواع ده احنا عشرة، اي نوع من انواع في الاخر دي بنتي، او في الاخر ده جوزي، او في الاخر دي مراتي. مفيش الكلام ده، مفيش اعتبارات قصاد دفاعهم عن نفسهم، وقصاد دفاعهم عن انهم ما يتكشفوش للي قدامهم. مفيش اي اعتبارات. عشان كده دايما النرجسيين ما بيعرفوش يتحبوا. ما ب... اللي بيبقى معاهم عايز يحبهم ما بيعرفش، اللي هو انا بيبقى في ارتباط عاطفي مرضي، ده غير الحب. انما لو قربت عند حد، لو اتكلمت مع حد او اتكلمتي مع حد آه، بتحب واحد نرجسي، او واحد بيحب واحده نرجسيه، وقلت له بتحبي فيها ايه، هيقولك معرفش،
انا مش عارف، انا مرتبط بيها. انا لما ببعد عنها بتعب، لما ببعد عنه بحس ان انا روحي راحت، ما بيرجع لي بتعذب، بس على الاقل ما بيبقاش عندي احساس ان انا مش عارفه اتنفس دي. ف ده مش حب، ده اسمه تراما بوند، اللي هو الارتباط المرضي العاطفي المرضي. له اسبابه يعني في الطفوله والكلام ده، بس في الاخر محدش يقدر يحبهم قلب القلب. يعني تحسوش ان انتوا وصلتوا لقلبهم كده، تحسش ان انت إيه يعني دايما في حاجز، دايما في حاجز. الحاجز ده هم عاملينه قاصدين علشان ما يكشفوش اللي جواهم، انه لو كشف اللي جواهم سيطرتهم هتروح، هيكشف ان هم ضعفاء، هيكشف ان هم مش واثقين في نفسهم، هيكشف ان هم مش جواهم حاجه. فلو ما قدرتش ابعد، على الاقل ما لعبش على الفراغ ده، ما لعبش على قله ثقافتهم، ما لعبش على يا عم انتوا بتقولوا ايه اي كلام ده. هتلاقوا ناس تانية يعني قالوا كلام اي كلام، عايزين تمشوا المركب مشوه، تمام تمام زي الفل، صح كلامك صح، يا نهار ابيض ايه الجمال ده، ايه الحلقه تسقيفه للكلام الجميل ده، بلا هدف، من غير ما الكلام لا يدخل ولا تقيموه، ولا تعملوا له اناليسز، ولا تقولوا ايه ده الكلام الغريب ده، انت بتقول الكلام ده يا ابني، ايه مصدرك للكلام ده؟ خالص. لو عايزين بيس وعلاقه امنه معاهم، طبعا بتبقى صعبه لان هم ساعات بيضغطوا ان هم يخرجوا الغضب او الزعل مننا حسب درجه القرب طبعا. فما تخافوش منهم، هم اشرار بس تاكدوا ان الشر ده نابع مش من ثقه، ومش نابع من حق، ومش نابع من يعني حد مليان من جوه، لا ده حد فاضي وجبان وخايف. واكتر حاجه بيخافوا عليها منظرهم، الشو اللي عاملينه قدام الناس، الشو اللي مبينينه للناس التانيين، ده اكتر حاجه هما بيدافعوا عنها. هما كل السور ده وكل المحاوطه دي علشان يفضل منظرهم زي ما هو في عيون الناس اللي مش عارفه حقيقته. ما بيدافعوش عن حاجه تانية، منظرهم، الحاجه التانية فلوسهم، مقتنياتهم، المقتنيات. فهتقولي لي بس هو بيغير عليا. لا، هو مش بيغير عليكي، هو انت من ضمن مقتنياته. فهو لو عامل نفسه بيغير، هو بيدافع عن منظره اللي ممكن يبقى وحش لو حد قرب منك، مش بيغير. الام مش بروتكتيف ولا حاجه، هي بتبروتكت منظرها. انا بنتي هيتقال عليها ايه، وبالتالي هيتقال عليا ربيتها ازاي. انما بنتي يحصل فيها ايه لو الناس مش واخده بالها، ولا يهمها، ولا يهمها لو الناس مش واخده بالها، ولا يهمها الناس تعرف ايه عن حقيقه تعاملها مع بنتها، غير ان هي يا اما مظلومه، بنتها ظلماها، يا اما هي مهنياها ومساعداها واحسن ام في الدنيا. غير كده حرب، لان ده اهم حاجه بنحافظ عليها، المقتنيات وصورتنا قدام الناس، صورتهم قدام الناس. حطوا الكلام ده بس في اعتباركم وانتوا بتتعاملوا معاهم، هتلاقوا يمكن المواضيع وضحت اكتر شويه. كان معاكم ماجي حرفوش، لايف كوتش. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.